السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى يلقاكم في احسن الاحوال. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نصايب معكم صابلي بريستيج اللي كيجي رائع ولذيذ في المذاق، وكيجي مقرمش وبواحد الكميه اللي كتيره وبدون تكسرات. كيف ما كتشوفوا معايا انا صوبت هكا شكيلات كيكونوا بنفس الحجم، ما كيصغرش هكا ملي كنبغيو نطيبوه، نفس القياس كيف ما كنشكلوه كيف ما كيبقى. انا صايبت هذا الشكل هذا مربع، كيف ما كتشوفوا السمك ديالو رقيق بزاف. بالنسبه للسمك نتوما اللي كتحكموا فيه بلا ما تخافوا يتهرس. صوبت هكا الشكيلات اللي مزوقين هكا بالزواقه ديال السيلباد وبالشكل الدائري، واللون ديالو كيجي موحد وكيف ما كتشوفوا معايا في نفس القياس. وبهذه الطريقه هذه اكيد الا جربتوا غتبقى هي المعتمده عندكم لانها ناجحه 100%. غادي نكسر معكم وحده باش تشوفوا كيجي هشيش وكيبقى محافظ على الشكل ديالو. بالنسبه للمقادير اللي كنحتاج، انا خدمت هنايا بالزبده اللي حيوانيه، خديت نصف كيلو، ممكن تخدموا غير بنصف الكميه. الزبده تكون لينه بدرجه حراره المطبخ، ما تكونش قاصحه من الثلاجه باش يسهل علينا الخدمه ديالها. وعندي 8 البيضات وكاس من زيت المائده، لان الزبده الحيوانيه كتكون ميدمه. نص كيلو كنوضع فيه كاس من الزيت، اما الا كانت زبده مارغرين راه كديروا 2 كيسان من زيت المائده. كاس ديال الحليب بودره هنايا حمرته، هنايا الكاس ما عامرش مزيان، كنحمرو باش كيعطينا المذاق واللون للصابلي. وعندي 2 معالق كبار من بخاليني، انا سبق ليا وحضرته معكم، غادي نحط لكم الرابطه ديالو في صندوق الوصف. و2 معالق كبار من الجليكوز، هذا الجليكوز هو اللي كيعطينا القرمشه وكيبقى محافظ لنا على الصابلي ما كيتهرسش. وبالنسبه للسكر حبيبات، انا هنا خديت السكر سنيده اللي يكون رقيق، ودرت غير 3 الكيسان بقياس عبار الكاس ديال العنبه لان البخاليني حلو. وضفت معلقه صغيره من نكهه الناطه وقبيصه من الملح والدقيق على حسب الخليط. الدقيق ضروري يكون مغربل. اول حاجه كناخذ الزبده كيف ما قلت تكون لينه، هنا انا خدمت بالزبده حيوانيه، ممكن تخدموا بديال البواطه نفس القياس، كديروا كاس ديال الزيت في رابعه و2 كيسان في نص كيلو. وبالنسبه للمارغرين حتى هي نفس الخدمه، اما بالنسبه للزبده ديال الزبده الحيوانيه راه كديروا غير كاس ديال الزيت في نص كيلو ديال الزبده. كنضيف 3 الكيسان من السكر حبيبات، ضروري السنيده تكون رقيقه ولا نغربلوها الا كانت غليظه. كنضيف نكهه الناطه و2 ساشيات من السكر المنسم بالفاني، وكنخلط هكا غير بمعلقه ديال الخشب لان الزبده كتكون رطبه بسرعه كتخلط معنا. كنضيف الكاس ديال الزيت وكنضيف 2 معالق كبار من البخاليني ديال اللوز. انا غادي نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. وكيف ما قلت الا ما ضفناش البخاليني راه ممكن تعوضوه بالفلون ديال الكراميل، حتى هو كيعطي المذاق وكيعطي اللون، ولكن البخاليني كيعطي مذاق زوين. انا هاد الصابلي بمجرد ما كنشكل فيه كتعطي واحد الريحه زوينه في المطبخ. كنضيف الحليب بودره كيف ما قلت لكم محمر باش يعطينا حتى هو اللون اللي كيجي بني شويه في الصابلي. وبالنسبه للجليكوز غادي نضيف 2 معالق كبار، كنوضع المعلقه في الماء وعاد كناخذ الجليكوز باش ما كيلصقش لينا في المعلقه، لانه هو كيلصق وكيصعب علينا نحيدوه. كيف ما شفتوا كناخذ هكا القياس ديال 2 معالق كبار. بالنسبه اللي بغى يخدم غير كميه قليله تقسموا المقادير على 2. انا هنايا حاجتي بمقادير بالصابلي كميه كثيره من الصابلي. ونفس الشكل سباتي اللي غادي نحيد بها هاد الجليكوز حتى هي كنوضعها في الماء، عاد نحيد بها الجليكوز بهذه الطريقه راه ما كيلصقش. كنعاود نخلط المكونات من بعد ما كيذوب لينا الجليكوز في الخليط. كنبدا نضيف في البيض، هنايا انا ضفت 8 البيضات
والبيض حتى هو يكون بدرجة حرارة المطبخ. صافي وكنعاود نخلط. من بعد ما كيتخلط لينا الخليط مزيان وكيولي بهذا الشكل هذا، المكونات كلهم كيتجانسوا مع بعضياتهم، كنبدا نضيف في الدقيق. هنا في الاول غادي نضيف كميه من الدقيق وغادي نخلط مزيان. تبعوا المراحل ديال هاد الصابلي، اكيد غادي يعجبكم وغيولي هو المعتمد عندكم. انا هاد المقادير والطريقه راه ما كنغيرهمش، ممكن نغير في الزبده وفي الكميه ديال الزيت كيف ما قلت، على حساب الزبده الا كانت مارغرير راه كنضيفوا الكميه مضوبله ديال الزيت. كنعاود نضيف كميه من الدقيق ونخلط. وهنا الخليط يكون باقي سائل، كنقسمو على زوج. انا هنايا بغيت نضيف لواحد الخليط غادي نضيف ليه الكاكاو، والخليط الاخر غادي نخليه هكاك بلا ما نضيف ليه الكاكاو. كنقسم هكا العجين وهي سائله، لان الكاكاو كيكون كيتقل لنا العجين وكنحتاجو نبقاو نخلطو فيه بزاف، وبهكا العجين ما كيجيش ديال مرمل. لهذا كنضيف الكاكاو من هاد المرحله هذه. الخليط كيكون باقي سائل، كنضيف ليه هكا الكاكاو. انا هنايا ضفت 3 ساشيات من الكاكاو. هذا الكاكاو هذا كيكون بنين، الكاكاو البني. نصحكم تخدموا بهذا لان المكونات كلهم يعني لا من الزبده لا من البخاليني لا من الحليب بودره. نضيفوا الكاكاو تكون نوعيه مزيانه باش كيعطينا مذاق زوين. وكنعاود نخلط هاد المكونات كلهم. وهنايا انا بغيت لون يكون مغلوق، غادي نضيف معلقه ولا زوج حتى تنحصل على اللون اللي بغيت من الكاكاو اللي كيكون اسود. هاد الكاكاو الاسود راه ما كيكونش فيه المذاق نهائيا، كيعطينا غير اللون، بالعكس ديال الكاكاو اللي كيكون اللون ديالو بني كيكون فيه المذاق زوين. لهذا انا خلطتهم بجوج، بغيت المذاق واللون. كنخلط وعاد كنبدا نضيف الدقيق اللي يجمع ليا هاد الخليط هذا. وبهكا ما كنحتاجش هاد العجينه ندلكها مزيان، غير كنجمعها باش كتبقى باش كيجي الصابلي مرمل، ما كيجيش قاصح و كيجيش بنين الا دلكنا العجينه ديال الصابلي. ونفس الطريقه انا خليت العجينه اللي فيها الكاكاو على جنب حتى نجمعها، ونفس الطريقه غادي نضيف الدقيق للصابلي اللي ما فيهش الكاكاو. وباش ما نطولش عليكم الفيديو، انا هنايا اختصرت المراحل، ما غاديش نصور لكم المراحل كلهم. كنجمع العجين الابيض والعجين اللي فيه الكاكاو حتى تنحصل على عجينه بهذا الشكل هذا. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا العجينه اللي فيها الكاكاو غير كنجمعها ما كندلكهاش، وكيف ما كتشوفوا راه كتكون لينه ما كتكونش قاصحه باش ما يجيش الصابلي قاصح بزاف. ودابا غادي نقسم هاد العجين هادي ونوضعها في بلاستيك. هاد الطريقه هادي اللي غادي نخدم معكم بها الصابلي اكيد غادي تعجبكم لان كتسهل علينا الخدمه بزاف. كناخذ كميه من العجين وكنوضعها في بلاستيك، كناخذ القياس اللي يتسرح ليا في البلاستيكه. نتمنى ما نكونش كثرت عليكم الهضره بزاف، ولكن كنبغي نشرح لكم المراحل كلهم باش تنجح معكم الوصفه. هنايا من بعد ما كنوضع كل قطعه ديال العجين في بلاستيك كنسرحها بهذا الشكل هذا. انا هنايا غادي ما نسرعش الفيديو باش تشوفوا معايا الطريقه كيفاش كنخدم هذا الصابلي. هاد الطريقه كتنقص عليا الخدمه بزاف. كنسرحوا بهذا الشكل هذا وكناخذ السمك اللي يكون رقيق. وإلا كانت العجينه كثيره على البلاستيكه راه ملي كندفعها بهذا الشكل هذا راه كنعاود نقصها، كنخرجها من البلاستيكه وكنحيدها نوضعها في بلاستيكه اخرى. هنايا انا العجين راه بديت كنخدم فيه مباشره، ما وضعتوش لا في الثلاجه لا في المجمد، مباشره كنخدموا بهذه الطريقه هذه في البلاستيكات
حتى تنسالي العجين كله. وكيف ما قلت تناخذ غير القياس على حساب السمك، كنبقى نسرح بالمدلك وكنسد البلاستيكه بهذا الشكل الا حصلت على سمك رقيق. الا كان السمك غليظ كيف ما قلت كندفع العجينه بالمدلك ونقصها، عاد كنسدها بهذه الطريقه هذه. كنحاول نقادها باش ما تكونش جهه غليظه وجهه رقيقه، تكون كلها في نفس السمك. هكا واخا تكون كميه كثيره ديال الصابلي كنكملوها بسرعه، ما كتاخدش معنا وقت كتير. وخصوصا الزبده اللي كتكون حيوانيه راه كتكون شويه لينه بزاف، كتحتاج منا واحد المجهود. ضروري كنوضعوا هاد العجين هذه في المجمد من بعد ما كنسرحها بهذا الشكل هذا، كنوضعها في بلاطو. كندوز نسرح هكا كميه من العجين اخرى بنفس الطريقه. هنا ما غاديش نطول عليكم في الفيديو، بنفس الطريقه باش خدمت الاولى غادي نخدمهم كلهم. غادي نوضعهم في البلاطو ومن بعد ما غادي نساليهم غادي نوضعهم في المجمد. ضروري هاد العجين هذا من بعد ما نسرحه نوضعه في المجمد. كيف ما شفتوا السمك ديالو العجين كيكون رقيق. بالنسبه للصابلي اللي كنبغي نوضع غير قطعه واحده راك ممكن تخليو العجين غليظ، اما بالنسبه للصابلي اللي كنبغي نلصق وحده مع وحده راه كنخدمو رقيق بزاف وما تخافوش منه، راه ما غاديش يتهرس. هنا من بعد ما العجين خليته بات ليله كامله في المجمد، انا حتى الغد ليه عاد بديت كنتشكله. كيف ما كتشوفوا انا جبدته معكم جامد قاصح بزاف، يعني بات في المجمد ماشي غير خليته ساعه ولا ساعتين. وهنايا بالنسبه للمراشم راه كل واحد كيخدم بالمراشم اللي بغا. انا غادي نخدم بهادو، غنخدم بهاد الشكيلات هادو. كناخذ القطعه اللي غادي نخدم بها والباقي كنرجعو للمجمد، لان كيف ما قلت لكم الزبده حيوانيه بسرعه كتطلق وكتولي العجينه يعني مطلوقه بزاف، كيصعب عليكم تخدموها. كنحل البلاستيكه بهذا الشكل هذا بواحد السكين، وهي باقا قاصحه العجينه نقطعها هكا، كنطبعها بالمرشم اللي كنبغي نخدم به. وفي هذه المرحله اللي رشمناها وبغينا نهزو الصابلي ديالنا، لان كما قلت تيكون رقيق، الا رشمناها وبغينا نهزوها هكا ونوضعوها في الطاوه وما بغاتش تهز لينا بسهوله، كناخذ هاد العجينه وهي مرشومه كنرجعها البلاطو ونرجعها المجمد. ما كاملاش 5 دقائق صافي كتجمع راسها وكنهزوها بسهوله ونوضعوها في الطاوه. في هذا الاثناء انا مشعله الفران كيسخن، وملي كندخل الطاوه طيب راه كنقص الفران يطيب هاد الصابلي على نار اللي تكون مهيله بزاف، لان كيكون رقيق وما كياخدش معنا وقت في الطياب. وفي نفس الوقت الا جهدنا الفران راه كيتحرق، لهذا يطيب على نار تكون مهيله بزاف. هنا كيف ما شفتوا هنايا العجينه راها طلقات. انا غادي نخدمها هكا غير بالخاطر، غادي نهزها ونوضعها في الطاوه اللي نكون مفرشه فيها ورق السيلباد. انا بغيت هاد الصابلي تكون فيه الزواقه ديال السيلباد. هذا بالنسبه لهاد الصابلي راه غادي نلصق وحده مع وحده وغادي نبغي ديك الزواقه تبقى باينه. اما بالنسبه للصابلي اللي غادي نغطيه كله بالشوكولات راه ماشي بالضروره نوضعوه فوق هاد الحصيره ديال السيلباد. وباش نطيب هاد الصابلي راه كنوضع قطعه اللي تكون بيضه، هي باش كنعرف الصابلي اللي كيكون فيه الكاكاو. ضروري توضعوا قطعه بيضه مع الصابلي اللي فيه الكاكاو باش تعرفوه امتى كيطيب، لان ما يمكنش لينا نعرفوه امتى طاب، اللون ديالو ما كيساعدناش. بالنسبه للصابلي اللي فيه الكاكاو غنخدمه بالمراشم الاولين، وبالنسبه للصابلي البيض غنخدمه بالمراشم هذا الثاني اللي وريتكم. وهنايا بالنسبه لهاد الصابلي غادي نغطيه بالشوكولات في التزيين ديالو، ما احتاجش نفرش ليه حصيره السيربات. وهنايا هاد الطاوه انا درت فيها داك الخط ابيض لان غنكملها بالصابلي اللي كيكون اللون ديالو بني.
وهنا من بعد ما طيبته على نار اللي تكون مهيله كيف ما كتشوفوا انا حصلت على هذه النتيجه هذه. ونتمنى هذا الصابلي تجربوه ويعجبكم، واكيد غادي يعجبكم. وشكرا لكم بزاف على المتابعه وعلى لي لايك ديالكم. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نزين معكم هذا الصابلي. انا ما بغيتش نطول عليكم، حطيت لكم الطريقه والتشكيل ديال الصابلي في هذا الفيديو، والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نزينه معكم. ونتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، وشكرا لكم بزاف.